السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبني جدا الدكتور مدبولي رئيس الوزراء اما كان في يومين في الصعيد وبني سويف، وبيعمل جولة للشركات والمصانع اللي هي بتنتج وبتصدر موبايلات وأجهزة كهربائية، وبيفتتح مصانع وبيقول ان احنا عايزين نبقى الهاب او عايزين نبقى المركز الرئيسي في المنطقة لتصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وتصديرها. وده كلام صح يا دكتور مصطفى، وده المظبوط، وده لازم كان يتعمل من زمان. ده اللي بيجيب دولارات، ده اللي بيزود التصدير، ده اللي بيقوي العملة المصرية، ده اللي بيجيب لنا دولارات. التصدير والتصنيع هو اللي بيجيب الدولارات، ومصر فيها كل المقومات: أيدي عاملة مدربة ممتازة، أماكن كتير جدا، مصانع تفتح كتير وتنتج وتصنع وتصدر لبره وتجيب الدولارات. وده احنا اللي بنقول عليه طول الوقت. من أهم من أهم السبل وأحسن الطرق إنك تجيب دولارات وتزود الدخل هو التصدير. فانك حضرتك مركز مع الاجهزه المنزليه والموبايلات والكهربائيه وكده، ده شيء ممتاز وعظيم. هيفتح بيوت كتير، هيشغل ناس كتير، مصانع كبيره، هيبقى سمعه ممتازه لمصر. وقلنا كمان قبل كده مصانع السيارات وتجميع السيارات، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. هات الشركات العالميه، خلي الناس تشتغل، خلي العربيات تتجمع وتتصنع هنا وتتصدر وتجيب دولارات. التصنيع والتصدير هو اساس اي بلد قوي واي اقتصاد قوي. نبص على امريكا، نبص على المانيا، نبص على اليابان في التصنيع. كل بلد ليها ميزتها التنافسية وليها قوتها في بتصنع حاجات معينة. احنا عايزين يبقى لينا برضو ميزة تنافسية هنا وقوة في حاجة معينة ونصدر بيها. ودي الطريقة اللي تلم الشباب وتجمعهم من على القهاوي، تشتغل، تفتح بيوت، تصدر، تجيب دولارات في ظل المشاكل والبلاوي اللي بتحصل حوالينا السياسية. فإن شاء الله ربنا يحمي مصر ويحمي بلدنا. ومعاك يا دكتور مدبولي تركز دايما في موضوع التصدير والتصنيع، عشان ده هو اللي هيفتح أسواق جديدة وكبيرة لمصر ومنتجات مصرية، وهيفتح بيوت كتير ويجيب دخل اللي هي العملة الأجنبية اللي احنا دايما بنعاني منها. يا رب دايما تركزوا على كده. وأهم من كده كمان أي شركات سيارات، شركات كمبيوتر عايزة تفتح هنا مصانع، واي نوت؟ ادوهم الامتيازات، ادوهم تاكس فري، اعفاء من الضرائب 5 سنين 10 سنين. أمريكا بتدي كده، الغرب بيدي كده، المغرب بيدي كده. فمفيش مشكلة انهم نديهم امتيازات ويجوا يفتحوا ويصنعوا هنا. يا رب النصر والرخاء لمصر والسلام دايما، ونشوفها في احسن المراتب، ونشوف تصدير بقى وايرادات من التصدير رهيبة ان شاء الله. ازاي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين. شكرا لحسن المتابعة.